سالي كبيدات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ما غبرتش عليكم، جاتكم بالزربه بواحد الفيديو جديد من الفيديوهات البنات اللي انا كيعجبني نصورهم معكم. اول حاجه غنهضروا فيها على النظافه الشخصيه، واهم حاجه اللي غادي نهضروا عليها هي التبييض المنطقه الحساسه. دونك هذا هو الموضوع الاساسي. اهم حاجه كما كنقول لكم في الفيديوهات ديالي دائما، عيب، حشومه، روائح الكريهه. انا كانثى خصني نكون كنعتني براسي وكنتهلا في راسي. بالنسبه لي بنات انا ملي كيكون عندي فريمون المورال طايح بزاف، وجهي تنشوفو في المرايه ما كنحملش نشوفو هادشي كيدوز منا حنا كاملين، خصوصا فتره الدوره. ما تخليوش هاد الطاقه السلبيه تغلب عليكم. دائما كونوا كيما نتوما كيعجبكم راسكم تكونوا. كان المكياج كيطلع لك المورال تري عكير. انا لا بغيتو المورال يطلع ليا بيجامات ولا برودوي ديال ريتوالز ولا فيكتوريا سيكريت المورال تيطلع، ولكن الا كنت لابسه سروال في الشرق وتريكو في الغرب، بانوار في الجنوب، بانطوفه وتقاشر، الشكل ديالي تيكون مرون. تنشوف راسي في المرايه تنقول صبحنا علاه اش هاد الكماره. هادشي هذا البنات انا كيكرهني في نهاري. داكشي علاش ما بقيتش اصلا تنبغي نشوف راسي في ديك الحاله. الا ما كنتش نقيه في داركم راه والله ما تكوني نقيه في الزنقه. الا ما كنتش انيقه في دارك وما كنتش نقيه في دارك، ما كنتش كتعتني براسك في دارك، كتبدا النظافه وتبدا التهلو في الدار. نقى ماشي بالفلوس، تقدري تنقي راسك غير بصابونه المنجل، واحد الريحه المدينه ديال 50 درهم تنحمق على دوك الروايح. انت هكا وريحتك هكا ولا في الدار ولا في الزنقه. وبيان سور انا تنفيدكم، ولكن نتوما تتفيدوني اكثر. انا غير وحده تنفيدكم، تبارك الله عليكم. راه بزاف الناس تيشوفوا الفيديوهات ديالي، فانتوما راكم كتفيدوني اكثر ما تنفيدكم انا. بالنسبه للبنات اليوم اول حاجه اللي غادي نهضروا عليها، غادي نشارك معكم هاد الشبيكه هادي ولا هاد السله هادي اللي دايره فيها انا كاع المنتوجات ديالي المفضله للنظافه الشخصيه. فملي كنسمعوا النظافه الشخصيه اول حاجه تيمشي لينا بالنا بها هي لازون انتيم. بالنسبه ليا اهم منطقه اللي كتحتاج النظافه، ما كتنفسش، كتكون ديما مخنوقه، خصنا نعتنيو بها بكل الصفات ديال العنايه. غندير لكم البنات بالمرحله الاولى ملي كتسالي من الدوره الشهريه. اللي باقي ما شافوش الفيديو ديال الدوره الشهريه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، دخلوا شوفوه فهذا التكمله ديالو. فمنين كتسالي من الدوره الشهريه اول حاجه اللي خصنا نديرو هي التعقيم. فكما غادي نشارك معكم هذا المعقم هذا ولا بيتادين، واحسن حاجه تغسلوا بها في النهار الاخر ديالكم ديال الدوره. دونك بيتادين البنات تاخذوا منه غير شويه، ما تمشيوش تكثروا منه حتى فريمون هو قاصح بزاف. غادي تاخذوا شويه بيتادين، غادي تحركوه مع الماء، وسي ميو ديروا الماء بارد، واللي غادي يطهر لكم هو اللي غينقي لكم البلاصه. وغادي تعقموا به لازون انتيم مزيان 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 مزيان. هكا تنكونوا سالينا المرحله اللي كتجي من مورا ما كتسالي من الدوره الشهريه. المرحله الثانيه البنات واللي هي حتى هي مرحله اساسيه، واخا تسالي من الدوره الشهريه في داك النهار الاول استعملوا اولويز داك النهار باش الا كانوا شي اوساخ ولا الا كانت شي حاجه باقا كتنزل. هذه هي النوعيه اللي كناخذ انا ديال اولويز. احسن ما تقدروا تجربوا اول حاجه البنات ديال القطن، ماشي من الفوطه الصحيه اللي كتكون غليظه كديرونجيكم، وفي نفس الوقت كاينين الناس اللي كدير لهم الحكه. واهم حاجه البنات هي يكون 100% قطن. هذا النوع هذا اللي عندي البنات النوع القصير، واللي كنستعمل انا في الاواخر ديال الدوره في النهار الاخر ملي ما كيبقى فيا والو، وكنعقم كما قلت لكم بيتادين. كنستعملوا البنات انا غير النهار صافي. وملي كنهضروا البنات على النظافه الشخصيه فكنهضروا اوسي على العرق، ولا بحال هكا ملي كنكون هكا فينا اللي غاقل. راكم عارفين ما كندوشوش بزاف، خصوصا البنات اللي تيجيهم واحد الالام حاد. انا ملي كيكونوا فيا اللي غاقل راه غير ربي اللي تيوقف معايا، اما راه صافي تنشهد كنقول باللي هذه هي الاخره ليا. اصعب الالام اللي ممكن يكون في اي بنت. ما نقدرش ندوش في النهار الثاني ولا النهار الثالث، كندوش حتى النهار الرابع. في دوك الايام ملي تكون فينا الدوره ترمي تشربوا لي كالمون صافي شويه تنفسوا، خذوا لانجيت ومسحوا به العرق ديالكم، وبدلوا الملابس الداخليه ديالكم، بدلوا السوفيتمون وداكشي. نستعمل هذا الترا كومباكت. هاد لي لانجيت هما باش كنمسح لو كور ديالي في الايام ملي كتكون فيها الدوره، وحتى في النهار الاخير الا ما كنتش غادي ندوش مثلا حتى الغد ليه. ننصحكم تاخذوا هادو ديال الترا كومباكت حسن من ديال دلع. فريمون انا جربتهم، سيرتو هادو كما كتشوفوا البنات اللانجيت ديالهم رطب، في واحد الريحه خفيفه ديال النقا. هذا هو اللي كنستعمل باش نقي لو كور ديالي من العرق. وواحد الحاجه اللي حتى هي مهمه، هي قبل ما نغسلوا لازون انتيم نغسلوا يدينا، ومن مورا ما نغسلوا لازون انتيم نغسلوا يدينا. احسن يكون عندكم واحد الغسول ديال اليدين، ماشي صابونه. كتجيني انا ماشي بخاتي، ماشي ديال تنظيف اليدين. ما عرفتش واش غادي تتفقوا معايا ولا لا، ولكن راه ما ننصحكمش نهائيا تستعملوا الصابون. كما كتشوفوا انا النوع هذا اللي كنستعمل هو هذا ديال ديتول ديال الورد. اهم حاجه هو تعقيم اليدين، مرحله اساسيه. من مورا دابا ما غنعقموا يدينا غادي نجيو نهضروا ملي كتسالى من الدوره كنرجعوا الحياه ديالنا الطبيعيه. اول نقطه اللي غنهضر لكم عليها هي تنظيف المنطقه في الايام العاديه. المشكل اللي لقيت لكم ليه الحل هو
تبييض المنطقه الحساسه. البنات اللي بغاو يبيضوا المنطقه الحساسه، اللي عندهم لون داكن، اللي عندهم اسمرار، هاد لو برودوي هذا ديال بيونيك النتيجه ديالو غادي تصدمكم كما انا صدماتني. من احسن لي برودوي اللي جربت على لازون انتيم. تصدمت والله العظيم الا تصدمت، ما كانش كيسحب لي باللي فريمون باللي هو لهاد الدرجه غادي يعطيني هاد النتائج رهيبه. تبعي معايا طريقه استعمال. اول حاجه لو جيل انتيم هذا ما غاديش توضاو به وما غاديش تستعملوه استعمال داخلي، غادي تابليكوه على لابارتي انتيم تكون سيش، يعني ما تكون سابده. نفس الطريقه اللي غادي تكوني كتابليكي بها لو ماسك على وجهك، وغادي تخليوه تقريبا واحد 8 دقائق 7 دقائق على حسابكم نتوما. بعد البنات غادي تغسلوه. اكثر حاجه اللي حنا تنقلبوا عليها كنستعمل شي حاجه اللي هي طبيعيه ما فيش لي برودوي شيميك، واللي حنايا بغيناها التفتيح والتبييض والترطيب. كما شفتوا معايا البنات لا تيكستور ديالو كي داير، دونك كيجي بحال شكل جيل كتابليكيو كما قلت لكم على لازون انتيم. شرحت لكم الطريقه اللي هي اللي غتلقاو عليها نتيجه ديال التبييض. من مورا هاد لو برودوي باش نكملوا الروتين ديالنا غادي ناخذوا معاه هاد السيروم هذا اللي فريمون هاد السيروم الريحه ديالو البنات شحال طبيعيه، ريحته نقيه، تيغاطي مزيان. اهم حاجه كيفتح. غادي دهنوه مزيان لمده ديال 3 مينوت. لو جيل والسيروم تستعملوه مره واحده في النهار لمده ديال 10 ايام. ابخي غادي تستعملوه 2 مرات في الاسبوع. البنات اللي غيبغيو يكومونديو هاد لو برودوي واخا تكوني في المغرب ولا خارج المغرب، ليفريزون بارتو. ونبغيكم البنات هاد لو برودوي هذا تبارطاجيوه. اي وحده كتفرج فيا عندها صاحبتها مقبله على الزواج، فيديها بهاد لو برودوي وفيدوا بعضياتكم كما حتى انا تنفيدكم بحاجه اللي خصها تكون عندنا. انا راه ادمان 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 لواحد الدرجه. من مورا البنات ما كنستعملوا لو جيل انتي، فضروري في الايام العاديه نستعملوا هاد الفوطات هادو اليوميه. تبدلوهم هكا 3 مرات في النهار 2 مرات في النهار. كيبقى اللباس الداخلي ديالكم نقي. دائما خذوا فوطات صحيه، فوطات يوميه يكونوا استعماليين ويكونوا مريحين. الايام البنات العاديه اللي ما كنكونش كنستعمل فيها لي برودوي ديال بيونيك فبيافين ننصحكم تطلبوا بها لازون انتيم هكا يوميا. راه زوينه ديجا معروفه، غادي تلقاوها في الصيدليه. دوزو المرحله ديال التريح، ديما غادي تبقى فيكم الريحه نقيه. ما كاين ما احسن من مسك الطهاره، مسك الرمان. استعملوهم في لازون انتيم. بيان سور كنهضر لكم على مسك الطهاره الاصلي 100%. دونك مسك الطهاره كتستعملوه في لي بارتي انتيم. كما شفتوا عندي هاد النوع عدد مسك الطهاره وعندي هاد النوع عدد مسك الرمان. نصحكم تاخذوا مسك الرمان حتى ريحته غزاله. دونك دابا غنهضروا بزاف على الشعر. فبالنسبه لبنات الشعر تحت الابطين وفي لازون ما يكونش تحت الابطين كنستعمل لي غازوار وكنستعمل لاسيغ. لازون انتيم ما كنستعملش لي غازوار، كندير غير لاسيغ هي اللي وليت كنستعمل دابا. بالنسبه لي هي اكثر حاجه اللي زوينه واللي مريحه. فانا البنات لي غازوار اللي كنستعملهم هما ديال فونيس. حاليا ما بقيتش كنستعملهم، وليت كندير ليبيلاسيون كومبليت. ولكن لي غازوار ديال فونيس هما من اكثر لي غازوار اللي تعجبوني في الصيف. كيديروش جلد الاوزه، خصوصا الا استعملتوهم على هاد الطريقه. ماشي كتطلعوا العكس ديال الزغب، لا كتمشيو مع الاتجاه ديال الشعر ديالكم. هذا البنات كنستعملو في لازون انتيم وفي لي زيسيل. في نفس الوقت واخده حتى هذا الكبير. هذا البنات كيجيني براتيك، نحيد به رجليا نحيد به يديا. بالنسبه الزوينين هي كتبقاو تحيدوا غير الريوس ديالهم وكتشريو العماره تقريبا دايره ب 140 يكونوا فيها 4 كافيينكم. غادي نشارك معكم كما غتكونوا كتشوفوا الصينيه يا اختي اللي خصصتها لكم غير باللباس الداخلي. منين نقول لكم لباس داخلي يعني لباس يكون بالقطن. لي سليب هادو اللي واخداهم بالقطن كنت خديت واحد الباك فيه تقريبا 5 ديال السليبات. وعاد اوشي كاينين لي زونسومبل بحال كتناخذهم حتى هما من نعومي ولا كل مره على حساباش. دونك حتى هما كيكونوا ديال القطن. حتى واحد الحاجه استعملوش بنات لي سوتيان ديال بونج بزاف. ودابا كبيدات غادي ندوز نشارك معكم لا روتين ديالي ديال اليوم اللي تهليت فيه براسي. جيت واحد الدوش، استعملت لي برودوي جداد. كبيدات عرفتوا لقيتوني يلاه دابا خديت لي الدوش ديالي ضربتها بواحد الدوش واعر. غادي نشارك معكم دابا لي برودوي اللي استعملت في الدوش ديالي. انا هاد الايام اللي كنستعمل لي برودوي ديال ريتوالز. هاد لي برودوي هادو راه تناخذهم من عند راسي. دونك انا راه ديجا كما غتكونوا كتشوفوا لاباج ديالي ديفانا شوبينغ. ديت صراحه بزاف ديال لي برودوي ديال ريتوالز لراسي. كاع الريتوالز كما كان غير خذوه بعينيكم مغمضين حيت ريحتهم ما غاديش تلقاو شي واحد ماشي نفس الذوق ديالكم. هما لاعبين على الروايح ديالو في جميع الاذواق. غزال 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 بزاف. استعملت لاموس مي كنت في
الدوش. مي دابا خديت الباك كامل حتى شحال هادي كانت واخده غير لاموس، فيه لاموس كبيره، فيه لا كريم هيدراتونط وفيه واحد البروم. ديروا هكا في الحويجات ديالكم، لو كور ديالكم تستعملوه كبارفان. بغيت غير امتى ناخذ كاع الانواع ديال ريتوالز الحمر ما فيش سكراب، وانا جادور سكراب، داكشي علاش خديت هاد السكراب هذا. بالنسبه لبنات لي برودوي اللي كنستعمل لشعري ما غتكونوا كتشوفوا معايا، دونك هادو هما لي برودوي اللي كنستعمل ديال ياسير. كندير شامبوان في نفس الوقت فيه حتى كريم، كندير السيروم والبارفان ديالو. لو شامبو حتى هو 100% ناتوريل، فيش كاع لي برودوي شيميك. اي دابا واحد الحاجه اللي اساسيه هي البنات الودينات. انا واخده هنايا هذا العود الودني، كيجي الصراحه زوين، تحطوه ديما في الكوافوزه ديالكم ولا هكا، كل نهار تمسحوه طلعوه ونزلوه. متنساوش البنات ثاني تحكوا سنيناتكم، ديروا باندبوش. انا البنات كندير سانسونداين وهذا كلشي ديال السنان بيان سور ما تخطاكمش. كنحك سنيناتي 3 المرات في النهار. ديروا باندبوش. بالنسبه للباندبوش هذا اللي كنستعمل انا زوين بزاف، اللي واحد البارفان هكا فريش فم ديالكم. ديجا غسلت وجهي بلو جيل نيتويون سيرافي وبهاد البروس هادي ديال فور يولونا 3، وغادي نستعمل واحد في هاد لي ماسك هادو ديال مينيسو. طيبوا لكم البشره وتهدؤوها. اكثر واحد كيعجبني هو هذا ديال العسل. متبعين الميك اب ديال كيكو غادي يكونوا ولاو كيشوفوه بزاف هاد الايام. باك فيه روج ا ليفغ اي غلوس، كيكون معاه حتى واحد الفيرني. خديت الروج، تيحمقوني لي روج ا ليفغ روج، فريمون كيجيو زوينين، كيجي معاه حتى الغلوس ديالو. والفيرني حتى هو خديته بالروج. في رجيلاتي كيعجبني هكا ندير الروج، دونك هذا هو لو باك كيجي زوين، تعطوه كادو. ثاني حاجه نينتا الصراحه البنات بغيت ناخذها، شوفوا معايا البنات هذا شحال كيحمق، كيجي واعر وتيبان ناتورال. شوفوا لا كولور ديالو شحال زوينه. خديت واحد الكرايون روج على ود هاد الروج على ليفغ اللي خديت ديال كيكو. الكولور ديالو يا البنات كتحمق، شوفوا معايا، شوفوا. ابري خديت هاد العكير هذا حتى هو نيود، كيعجبوني لي روج على ليفغ اللي تيكونوا نيود. شوفوا معايا البنات العكر لا كولور كي دايره، نديرو لكم هنا شوفوا بنات. ابري خديت اوسي روج على ليفغ، هاد المره خديته نيود. حطو نجربو لكم باش تشوفوا لا كولور باين لكم كيفاش كيجي. كتحمق. كاين هذا حتى هذا البنات لونه قاصح. قليل منكم اللي غادي يكون كيعجبهم بحال هاد لي كولور. الا لوين شحال زوين. الدرجه ديالو 454. خديت هاد الباليطه البنات هادي غير على ود الصفار. فيها هنايا الكونتور برونزر اونتي سيرن. هادي راه ماشي ديال فاغا بوبيغ، لا هادي بحال شكل باليت ديال ميك اب فور ايفر، غير هي هادي كبيره وفريمون الثمن ديالها راه غالي. وهادي ديال كيكو صغيره. خديت واحد لي دو كرايون من سيفورا دا مارون وهذا غري. خديت هنايا روج على ليفغ ديال سيفورا ديال تو لي جور، نوريه لكم كيفاش كيجي هنا. شوفوا ريفيرونس ديالو 13. اخر حاجه خديت هاد الكلوس، غاديش يعجبكم، ولكن الا مشيتو حتى درتوه على لون كيعطي حيت فريمون ملي كديروه ماشي موف، كيعطي واحد لا كولور زوينه وفي نفس الوقت كلوس. غنخلي لكم لاباج ديال الانستغرام ها هي، وغنخلي لكم النمره ديال التليفون وكاع لي زانفورماسيون في لا بار دانفو. شهيت ندير هاد الروج على ليفغ روج، دونك فوالا هذا هو اللي غندير. صراحه جا زوين الميك اب. درت ماكياج خفيف، شاركت معكم الماكياج اللي درت. اي حاجه بغيتوها في الميك اب ديال كيكو خلي لكم لاباج البنات في لابار دانفو. الا نزلتو صندوق الوصف تلقاو كاع المنتوجات اللي هضرنا عليهم في الفيديو. خذوا البنات الميك اب، برعوا راسكم، اعتنيوا براسكم. هنايا البنات خديت واحد الجيب المونغ والاورانج، خصوصا دابا معايا الله خرج من الدوش واعتنيت براسي. عاد غادي نجي نقاد فراشي بالزربه، نعطرو حتى هو، نشعل الشميعه ديالي.
نقول لكم باي باي، تصبحوا على خير وتهلاو في راسكم وتهنيوا براسكم كما العاده. تلاقاو فيديو جديد، بيزويات.